يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اخوان، اليوم عندنا موضوع على عليجة الخيل، علف الخيل بشكل عام. طبعا اكو بعض الناس تقول انه العلف يعتمد على التبن، علف يعتمد على الجت، وهذا موضوع كله خاطئ. الشعير نخالة تبن، او الشوب اللي هو الجت او البرسيم المطحون، تمام. برسيم استغفر الله جاف وينطحن، تمام. طيب هسه اليوم نعلمكم على طريقة تحضير العليجة المضبوطة للخيل. كيلوين شعير او 3 حسب يعني قابية الحصان. مرات ناس خيلها ما متعودة على الشعير فيعطي كيلو او كيلو ونص، هيك شي. تنقعه ورا ما تنشفه، تخلي هالقد مقداره من المي. ورا ما تنشفه تخلي هالقد مقدار المي. ليش للمي؟ انا اسالك ليش. رجع وياكم مقدار المي للنخالة. النخالة اذا تطيها شلون اقول لك جافة او يابسة، هاي ممكن تجيب الامراض للحصان وتصير عنده قحة وهيك شي. واغلب الناس تذكر انه النخالة اذا جافة تجيب ابو صفار للخيل. طبعا نعطي مقدار كيلوين من النخالة، لان النخالة هي المصدر الاساسي لسمن الخيل. مثل ما قلنا النخالة مصدر اساسي للخيل. واغلب المرات الناس تنقع النخالة، استغفر الله، تبللها. فانا شو اسوي بهاللحظة؟ الشعير وهو ناقع تخلي عليه النخالة وتخوط النخالة بنفس الوقت. فهنا راح يصير عندنا النخالة مبللة والشعير مغسول نظيف. احيانا بعض المرات يجي شعير نظيف مغسول من وحده وما بي سلات مثل هذا، فاليوم ابو الشعير والله غشنا على قولتهم. فصار عندنا شعير وسخ ويوميا نغسله ونطيه للخيل. لا تطي الشعير وهو بأتربة للخيل، لأن هذا راح يسبب له تراكم بالأمعاء، غبار وأتربة، فيسبب لنا لا سامح الله مغص، ويسبب لنا خناق الخيل اللي هو بلغم يجي على بلاعيم الخيل. وهذا مرض معدي بشكل مو طبيعي، معدي يعني من أقول لك. وقاتل بعض المرات، أحيانا ما يروح من الحصان، يتكاثر، يصير عنده شلون الورم جوا الفك، فجوش الحصان تصير بيها ورمه من جوا، والحصان يختنق بعد لا يقدر يطلع. وحتى من ياكل، يعني هسه مو هذا حصان هيك شكل يوقع من الشعير، هيك توقع من العليجه. طبعا هسه كملنا الشعير والنخاله. الخطوه الثالثه ايش عندنا بعد؟ الخطوه الثالثه عندنا الشوب. هذا الشوب شنو فائدته؟ هذا هو دواء الحصان، علاج للخيل هو هذا الشوب. طبعا جت يابس ويرغب الحصان بشكل مو طبيعي. حتى لو اعطيته العليجة بهذا الشكل وكل منها الحصان راح يعوف من عندها يشبع، لان ما بيها نكهة. اما اذا تعطي الشوب بيه نكهة جت وخضار فراح يكملها كلها. وهاي الحالة ملاحظها اكثر من مرة بحصاني. وللمعلومة اخاف البعض يقول انه الخيل تجيها ابو صفار لان ما تاكل هواي او شيء. طبعا شلون اقول لك، شخص حالة الحصان عبر الشفة. اذا الشفة شفتها صفرة فهذا ابو صفار قوي، والحصان ينتشي بالزاوية وحالته مو زينة، وشلون اقول لك حالة نفسية عنده كلش سيئة، فهذا حتما 100% ابو صفار. اما اذا ياكل ويعوف من الاكل فهذا وحده من اثنين: اما يشبع من الاكل او ما يرغب له. سان ملاحظ اكثر ما بحصان، حصاني بصحته احسن ما يكون ملقح ابو صفار وديدان مجرعه كل الجرع، والحصان صحته احسن ما يكون. يعني يجيب له طبيب كل 3 اشهر 4 يشخص حالته. فملاحظ انا اعطيه شعير ونخاله يعوف من الاكل، وشنو بويه ما يرغب له. ليش ما يرغب له؟ لان هذا الاكل جاف وما بي طعم مثل طعم الشعير، استغفر الله، مثل طعم البرسيم او طعم الشوب. فاغلب المرات الخيل مرات اكو ناس تعطيها خبز يابس وحد عن العليجة، او خبز يابس ويا التبن، وهذا الشيء غلط. لان الحصان احيانا يكره الخبز اليابس وما ياكل من عنده، او ما يرغب له يشبع من عنده فيترك من الاكل. فهذا السبب لنا يعني مشاكل، سبب لنا ضعف بالحصان، تراكم ديدان، لا سامح الله اذا كان المكان وسخ وما ينظف بطن الحصان. اما ذا البرسيم لا حبيبي، ينظف بطن الحصان ويقوي ويعدل صحته، خاصة الشوب. هذا الشوب نطيه بالصيف. اما الشتاء
الشتاء نطيه البرسيم العدل، تجي انضباط البرسيم الراوي الما جاف، يعني يجي من الزرع قبل ونطيه للحصان. تمام. هسه عندنا كملت الخطوة الثالثة. هاي الخطوة الثالثة كملت وخبطنا الشعير وين خلاص، بقت لنا خطوة رابعة أخيرة. الخطوة الرابعة الأخيرة اللي هي الخبز اليابس. زين مرات ناس تسأل خبز اليابس منين نشتري أو منين نجيبه؟ وين مكان تواجد العلف أو الخباز. الوزنة تنباع عند مكان تواجد العلف، 100 كيلو تنباع ب35,000 30,000. أما عند الخباز يعطيك قونية عادية يعني بيهن حتى مو يابس وبيهن معفن، يعطيك إياها ب5000 دينار أو 3000، وهاي أبد ما أنصح بيها. اشتري من أهل العلف قونية خبز يابس كاملة وزنة كاملة ب35,000 وط مقدار تشفين للخيل. تمام. اخوان طلع يجي الحصان والحصان ياكل بعينيشني يقول لي لا تاكل وياي. شنو لك كان حصان؟ مثل ما قلنا البرسيم الاخضر العادي الراوي لا تطي بالصيف، لا تطي بالصيف، لا تطي لانه حار ويسبب لك حمى الحافر اشكال والوان. اطي بس بالشتاء والربيع. تمام. والعليجة هاي 6 الصبح 6 المغرب او 7 الصبح و7 المغرب. تمام. نستودعكم الله.